والله يحب
الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأمهاته وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والتابعين التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأنصارهم رسول الله والمهاجرين معاذ رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وصالحهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحرشي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى روح جميع الرقباء والمرقباء والملجبة والأبدان والأوتاد والأقطب والغاص إلى روح الأولياء المتصرفين خصوصا بحضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني بن أبو صلاح وكذلك إلى روح الشيخ محمد بن عبد الكريم القادر الحسن السمن المدني والشيخ عبد الصمد الغلباو والشيخ محمد الأشد بن عبد الله بن عبد الرحمن البنجري كالبيان والشيخ محمد كتب الأنور بن إسماعيل البنجري والشيخ محمد الزيد بن عبد الغني صوص المرتبرة والشيخ مهدي خليل بن خليل بن أبي السجون والشيخ محمد إسحاق ولي بن عبد الغني ولا ترك المندلة والشيخ محمد طاهر البنجري والشيخ علي عسل البنجري وجميع مشايخنا أغثنا بإذن الله تعالى وبكرامته نسألك البركة والشفاعة والكرامة والجزاء والسلامة والعافية والمغفرة في الدين والدنيا والآخرة ظاهرا وباطنا ومن عذاب القبر والشفاعة إلى يوم القيامة وقينا نفسي وحسن الخاتمة ورضا الجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين ثم إلى روح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجميع مشايخنا وفروعنا ورسولنا وإخواتنا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأهل بيتنا وأصحابنا وجيراننا وجميع المعاصي والبريات وعلى الحاضرين في مجلسنا يا الله وأهل السلسلات الطرقات النحسبتية الخليجية الخلوتية والمحمدية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضا الله تعالى شيء لله لهم الفاتحة. فيا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القيم سلطانه الواضح برهانه الموصوف في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه. خلق وخلق حكمة وطوى عليها علما وسط لهم من فيض الجنة ما جرت به في أقوال العصمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة. تعلم الإرادة الأزلية لخلق هذا العبد المحبوب. فانتشر الآداب شرفه في عالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تقرب به المنان. وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حوض الأحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود. فتعطرت بوجودها أكناف الوجود. وطرزت مدى العوالم بإعتراض التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم النسير والواسع. تجلى القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع. وله الحمد الذي لا تنقص أفراده بالأعداد ولا يمل تكراره بكثرة الأعداد. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الألوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا قلب سرور بحبيب عم الأنام.
يترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لا تضر العيون في مجد مبشرا كاملا يصيح الضلالا وهو بفضل العلم ما قدره رفعة في شؤوني وكمالا فسبحان الذي أبرز بالحضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم الظهور والظهور ما ملأ الوجود خلاقيا فتبارك الله من إله كريم بشرنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجته هذه البشارة وتلقاها بغير سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تنقض بها في الصدور من الإيمان قائله وتنوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فضله ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وعلى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل المستضعفين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة يتذكر الله على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بعقد العبودية وغرز فيها في خلع الكمال وقام بعقد الربوبية في مواطن الخدمة لله وقال علي غاية العقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه فيكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتضوا صوات المجد بقلبه وتفيأوا بها الشرار الأصلي بوكله وحبه من عطل القرآن بلا شيء ذكراه نسيه
الجمال المشهود بالعين حامل لوصف الكمال المطلق وحسن الذم والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب الضمة إلا وتمت عليه رب الله بالنعمة فهو الكمال التام الذي يترقب في بروجه يتشرف به موضع استقراره وموضع خروجه وقد قالت الأقدار الأزلية بما قالت وأضلت من سر هذا النور ما أضلت وخصصت به من خصصت فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة وشلاك البشر ونورا محير الأفكار ظهور فتعلق بهم متراقب هذه الحروف بأي رقم في هذا الأرقاص ما هو الليل وعجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تأتي بعشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين فإلا فأنا تعرض الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لا تدري بما عمدت من ريال أشرار المخلوقين وما أكرم الله في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون مشهورة على مر الأيام والشهور والسنين دعا التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عجب شوقنا السماع والصافية العظيمة ولعل الله يرضى بالمتكلم والسامع ولعل الله يرضى بالمتكلم والسامع ولعل الله يرضى بالمتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم واشرف وصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فقد هان القلم أن يحط ما فيه الأنام مما استفاد الفم يوفقان هذا العبد المحمود الكامل وشمائل التي أحسن الشمائل وهنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب بالأخبار والآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في يدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المدعو في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق براز العالم ومنه تضرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله قبل الأشياء نور نبيك محمد
كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم نودا. ولما كانت السعادة الأبدية لا ملاحظة خفية اختصت وشاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستغنى عن هذا النور المبين أصلب ربنا من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصل غاية العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم به الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي الأجر العظيم، وأمه التي في المخارف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صنع عبد الله والقاهر وطويها وضمنها أشياؤها بمعاني الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها. فعملوا برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عينا، حتى مر الشهر بعد الشهر بالحظة وقرب وقت بروزه لعالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيضاعف فضله وتنتشر فيه أثر وجهه الصغير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك
بغرب أمور الأشرار هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة للتقاضي جاهل كنوزه فكل دابة لقريش رعت بفاسع العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركاته وسعادته هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات مطمئنة بعطر الفرح بملاقاة أشراف المنيات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور وعلى تنقله في البطون والدهور قاضى الله بالوجود وهجة التكريم ووصل بالعالم الكبير إلى التشريف والتعظيم لبروز هذا الأشهر الكريم اللهم صل وسلم وصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحينا قربا ونوحي هذا الحبيب عن هذه السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الوجود إليه على الوجود تهتيج وأنازلة الملائكة بالبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله قدرة وكشف القناع هذا المسرور ليبرز نور صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور المصطفى Thank you.
Thank you.
بمخاص الأمة أيام عند وضعي أمة تأنيسا لنا بالمسعود ومشاهدة لها في هذا السماط الممدود. قامت بطبع السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من نصر الله من الشراب والعصبة الوافية فذاق الذي رضي الله على عطوله وجود هذا المولود فانفرق صبغ الكمال من النور عن عمود وبرز الحامل المحمود
رسول
والمسلمين
والمعصية الإحسان سائلا المسائل والمؤمن بما أمره وأن تجعلنا ممن صار هذا حبيبه وآزره وله وظاهره عما ببركاته وشهره وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الأحيان وعلى الدين القويم في جميع الأوطان والشورى ومعالم الإسلام والإيمان بأهله معمورا وعلى الرسول والجبل ومدى المطلوبين وقاضين إلى المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين واغفر عنا بلاد الحق في جميع النواحي والأعضاء وإنهم بدعين من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الأصيل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الأصيل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الأصيل من جميع البلايا وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير الأجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا
رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعلنا يا مولانا لأدائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدارك من الصابرين ومن الحلال والزوقين وعن الحرام وعفوين وذي الجلال والمعربين وعن الإرهاب مباعد وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا رب ناظرين متمتعين رد اللهم إليك مردا جميلا رد اللهم إليك مردا جميلا رد اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحلق ولا عند الممات ولا
قبله ولا بعده قيدا ولا سبيلا وحسبنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جازلا واجرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك عمودا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قراناه وقبلناه وهللناه زياده في شرف النبي الامير صلى الله عليه واله وسلم ثم الى ارواح ابائي واخواني من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين وعلى آله كله والصحابه والقرابه والتابعين وتابع التابعين بعزال الى يوم الدين ثم الى ارواح اربعه الائمه المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسناد والصوفيه المحققين وتابعهم بعزال الى يوم الدين ثم الى ارواح والقرآن بسببهم وتلون القرآن العظيم من اجلهم وجهادهم من انت علم بهم باسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم الى ارواح من ضاجعهم وقاربهم من اموات المسلمين كافة عما من له زائر ولا زائر لهم اللهم ارحمنا جميعا برحمتك وسيدائك وبواسع جناتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا ارحم الراحمين اللهم انجبر انكسارنا وحب اعتذارنا واختم بالصلاه اعمالنا وعلى الايمان والاسلام جمعا توفنا وانت راض عنا ولا تحل الله في غفله ولا تحلنا على ضره واجعلنا اخر كلامنا من الدنيا عند بدايه يا جليل قول لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أحينا عليها يا حي وعلمنا عليها يا مبين وابعثنا عليها من قبورنا يا بعيد وارفعنا بها يوم لا ينفع ملول ولا بنون إلا من أطى الله والمرسلين ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والمقربين وإلى الساداتنا سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي ووالية لله مشرق الأرض ومغربها برها بحرها أينما كان وكان الكائن في علمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح ساداتنا إلى المعنى والشريك والبقي وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني بن ابو صالح وقد ذلك الى ارواح الشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المدني والشيخ عبد الصمد الغنم والشيخ محمد بن الشديد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن جريك الانبياء والشيخ محمد طائب بن هدي محمد عسل والشيخ محمد رئيس بن كندمان والشيخ محمد يوسف محمد كندمان والشيخ محمد يوسف العنور العسكري والشيخ محمد الزيني بن عبد الله غني والشيخ بيهمي خليل بن البستاني محمد الملكي من أصحاب المصري وأصحاب المصري وبصر القرآن ثم إلى رويها جهرية أنتي علي سلم سموزين علي سلم سموزين من فلان ثم إلى رويها خالد بن أبي سلم فلان ثم إلى رويها جهد سلم ثم إلى راجح مسكيا بن جهري بن هجتيب بن فلان وهاجري بن هجتيب بن فلان وهاجر بن فلان ثم إلى روح محمد أصراني بن هجي محمد عيني ونبيل الزهرة بن هجي فضل الله ومحمد بن زهر بن ثم إلى يزن بن دلال جمر بن دي هجي ناصر خلد بن جريان بن أبي خليل مسنا رسلا بنت رسلان ثم إلى روح محمد صالح بن بكري ثم إلى روح جبير بن الدين بصري ثم إلى روح
مشهد حسنا بن رسلان ثم إلى سيدي أربعين بنت هي محمد عيني ثم إلى روحي هدي جهية بنتي مكري ثم إلى روحي حجة مريم بنت صالح فردوس ثم إلى حجي أنور بن حجي برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ارحمنا بأولاد واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.